عمرك دخلت مكان جديد وحسيت إنك إيلين؟ كل الناس بص عليك كأنك لبست لبس العيد في يوم عادي. أنا بقى أول يوم ليا في مدرستي الجديدة في التجمع كان بداية الفيلم بتاعي. أنا نرمين، بنت عادية جدا ساكنة في شبرا. حياتي بسيطة، بحب أقعد على سريري بالساعات أرسم ولون في كراساتي. عندي كشكول رسومات كده بعتبره كنزي، مليان شخصيات كرتون بطلع فيها كل اللي جوايا. بابا موظف في الحي، بينزل بدري ومعاه شنطته السودة. ماما ست بيت دايما ورايا، ذاكري يا نرمين بطل العب بالرسم. وفي يوم الدنيا قلبت، بابا دخل عليا مبسوط وقال لي: مبروك يا نرمين، جبتلك مكان في مدرسة كبيرة في التجمع. أنا اتجمدت، مدرسة جديدة؟ يعني هسيب صحابي، هسيب كل حاجة متعودة عليها وادخل وسط عيال كلهم هاي كلاس وأنا بالشنطة اللي من العتبة؟ أول يوم وأنا داخلة من باب المدرسة حسيت إني داخلة مول مش مدرسة. البنات لابسين براندات، شنط غالية، آيفونات في إيديهم، الضحك العالي، التصوير، التيك توكات شغالة. وأول ما دخلت طرقة المدرسة هنا قابلت جاسمين. جاسمين دي بقى بنت التنكة المدلعة بتاعة المدرسة، الكل عارفها، شعرها لامع، لبسها مظبوط، شنطتها براند، ومشيها تقيل كأنها ماشية على ريد كاربت. بصت لي من فوق لتحت ورسمت ابتسامة مستفزة وقالت بصوت عالي قدام الكل: هو إيه يا بنات؟ دي داخلة المدرسة ولا طالعة من سوق الجامعة؟ الضحك فرقع حواليها وأنا وشي سخن، قلبي بيدق بسرعة. عايزة أرد، عايزة أقول أي حاجة، بس لساني اتربط. دخلت الفصل، قعدت في آخر دكة، الحصة كلها مش مركزة، عيني على الطابلو بس دماغي في كلام جاسمين. ليه حسستني إني أقل منهم؟ وليه معرفتش أرد؟ في وقت البريك كنت قاعدة لوحدي في الجنينة، مكسوفة ومتوترة. فجأة لقيت بنتين جايين يقعدوا جنبي، واحدة منهم اسمها ليلى، بنت ملامحها مصرية جدعة، ضحكتها مريحة. والتانية اسمها لوجين، شعرها قصير شوية، لابسة نضارة مدورة، ودمها خفيف من أول كلمة. ليلى قالت لي: بص يا نرمين، ما تدينيش جاسمين أكبر من حجمها، هي بتحب تبان إنها الكوين على المدرسة. ولوجين ضحكت وقالت: بالعكس، شنطتك شكلها أولد سكول بس ترندي جدا. بس كالعادة جاسمين ما سابتناش، عدت علينا وقالت بصوت عالي: برافو يا بنات، عرفتوا تصاحبوا الكلاون الجديد بتاع الفصل. أنا كنت هقوم أرد، بس ليلى وقفت وقالت بمنتهى الثقة: أيوة، نرمين صاحبتنا وعجبانا كده. حسيت إن في ناس ممكن تبقى في ظهري حتى وأنا لسه جديدة. رجعت البيت آخر اليوم، قفلت باب أوضتي، طلعت الكشكول وكتبت: النهاردة كان أصعب يوم، بس يمكن يكون بداية جديدة. أنا نرمين،